العيال بتذاكر وداخلين على امتحانات الشهر ولازم اعمل لهم حاجة مسكرة تساعدهم على التركيز. جبتها مخصوص، لفة الجلاش دي كانت عاملة 18 جنيه. اللهم بارك، طول عمري بجيب الجلاش ارميه في الفريزر لحد ما يتكسر واشوف هعمل فيه ايه. المرة دي جبت الجلاش مخصوص ليهم، وجبت كمان معلقة زبدة ومعلقة سمنة ومعلقتين من اللبن المكثف وكوباية من اللبن البودر. كوبايتين، بما اني عامله صينيتين فاضربي الكميه في اتنين، يعني هقول لك معلقتين عشان بعمل صينيتين بس. هي الصينيه الواحده بتاخد كوبايه لبن، بتاخد معلقتين سكر، بتاخد معلقه من اللبن المكثف. كمان اللبن المكثف انا عاملاه في البيت، بجهز كل حاجتي واخليها جنب كده. اللبن البودر، السكر البودر حطيت معلقتين، وكمان معلقتين السمنه، واخر حاجه معلقتين اللبن المكثف، والزبده تكون سايحه. اللبن المكثف ده انا عاملاه في البيت، بستخدم منه على قد ما استخدم، وعينه في الفريزر. ولما بعينه في الفريزر بيفضل سايل زي ما هو، ما بيتجمدش، فما تقلقيش. بس الفريزر عمره هيكون فيه اطول عن باب التلاجة. اللهم بارك، السمنه سايحه نزلت عليها بكل الكلام ده كله، وكده الصوص بتاعي جاهز. مش ناقص غير اني ارص واسوي، والكلام ده مش هياخد كله اول عن اخر نص ساعه. طبعا شغلت الفرن وبدات ارص الصينيه زي ما انت شايفه كده، ورقتين ورقتين، سويها لميها. المهم اول ورقه واخر ورقه هما اللي يكونوا متساويين عشان التقطيع. هرصها بسرعه، وبين كل ورقتين هنزل بكبشه من السائل، لان انا عملته كبشه صغيره كده او رشه حلوه كده، بحيث ان هي تكون طريه. انا بدخلها طريه مسقيه نص الصوص ده قبل ما تدخل الفرن، تطلع منه اسقيها النص التاني تفضل طريه وهشه. اللهم بارك. نسيت اقول لك ان انا حطيت كمان على الصوص اللي انا عامله ده نص معلقه من البيكنج باودر او البيكربونات، والمتاح عندك حطيه. رصيها سقسقيها، مش تاخد منك نص ساعه. وكتري السقسقه على قد ما تقدري، عشان دي مش زبده بس ولا سمنه بس، ده فيها لبن، فاحنا عايزينها تبقى طريه. اللهم بارك. خلصت كل الصينيه زي ما انت شايفه كده، وباخد بالمعلقه الجزء اللي تحت عشان المها وتبقى كلها فطيره واحده اول عن اخر. وطبعا الزيادات حاولت اسويها في كل جهه على قد ما اقدر. هخلصها واقوم مسقساها وادخلها الفرن. وكمان عملت لحماتي واحده صغيره معايا احتياطي، بما اننا كلنا بنحبها فلازم امسي على ام الغالي، ربنا يخليها لنا ويرحم اللي ماتوا كمان. اديني سقسقت الصينيه دي كلها زي ما انت شايفه. هبدا احضر الصينيه التانية، هدخلهم فرن سخن. عملت الاتنين دول اللهم بارك. مش بقطعها دلوقتي خالص، بدخلها زي ما هي كده واقصقصها زي بتوع المحلات لما تطلع. يلا بينا على الفرن. مش هتاخد منك نص ساعه. فيها صوص اهو بينز مني يمين وشمال، مش ناشفه، عشان هتفرق معاك التركه دي. نص ساعه طلعت من الفرن. اللهم بارك، فطيره بمعنى فطيره. طعمها حكايه، ريحتها اللهم بارك. ما حطيتش فانيليا، هي التركيبه اللي انا عملتها دي. هسقسقها من كل الاتجاهات، وهغطيها واسيبها دقيقتين تلاتة، او هي تتاكل سخنه، بس انا طبعا سبتها تهدى عشان تبقى طريه اكتر وتشرب الصوص بتاعها. هروح للصينيه التانية هخلصها، وبعد كده هجيبه زي ما انت شايفه ما لزقتش خالص في الصينيه. هقصقصها مكعبات وبحطها في الطبق الفويل ده عشان ابعت لحماتي طبقها واحنا ناكل كمان بتاعتنا. اللهم بارك. ريحه وطعم يا جماعه حكايه، انضف من اللي احنا بنجيبها من بره. دي كانت استوت من تحت ولعت عليها الشوايه، التانية استوت من تحت ومن فوق. وخدي بالك اوعي تتلسع منك، عشان لو فرنك فيه مشكله زي الفرن بتاعي هتتلسع منك وبسهوله جدا. حلوة جدا جدا. عملت الصينيتين دول بلفة جلاش وكوبايتين سكر، معلقتين سكر اسفة ومعلقتين سمنة وكوباية لبن. اللهم بارك يا جماعة. خطيرة، اقتصادية جدا جدا. الفطيرة وصلت 90 جنيه، ونفس الطبق اللي بيجيلك ده. فاحنا لما نعمل طبقين والكمية اكبر وانضف وامن، والسمنة احنا عارفينها مش مهدرجة او مهدرجة، انت عارفة انت بتعملي ايه. بص الصينيه اللهم بارك، انا خلصت نصها وانا واقفه بقصقصها كده. وطبعا العيال كانوا واقفين ورايا هياكلوني، فعمالين يقولوا لي خلصي، فخلصتها على قد ما اقدر. لو حسيتي ان الصوص بتاعها قليل، اعملي نفس الصوص اللي احنا عملناه في الاول ده، اللي هي معلقه سكر صغيره، بما ان ده هيبقى صوص اضافي. معلقه سكر صغيره، معلقه لبن مكثف صغيره، نص كوبايه لبن، ويسقسقيها بيها كده. هترجع طريه كانك لسه عاملاها حالا، بالذات لو حاطه اللبن سخن عليها. حلوة جدا جدا. اعمليها لولادك لو بيذاكروا، ولو هتنزلي الشغل الصبح خليها، خدي قطعة ليكي انت او جوزك، جربيها مش هتندمي. دمتم بخير، ما تنسوش اللايك والشير. صلي على الحبيب قلبك يطيب.